بعد كلمات جاد المذلة والكشف الصادم عن عمل كيتو مع القيادة العليا، بقي ياكو وجومو وفورد المنهزم في صمت على شاطئ جزيرة جاد المعدني. كان غضب ياكو يشتعل كالنار، عازما على الانتقام ودخول ذلك العالم الحديث الذي بدا بعيد المنال. فورد على الرغم من هزيمته وإحباطه كان ينظر إلى ياكو بنظرة مختلفة، رأى فيه شغفا وتهورا قد يكونان المفتاح لتحقيق هدفه الخاص في دخول العالم الحديث كجزء من طاقم. جومو كان يراقب ياكو بصمت، يرى النيران تشتعل في عيني الفتى ويعلم أن رحلتهما أصبحت أكثر خطورة بكثير الآن. فورد يستعيد أنفاسه أخيرا، ينهض بصعوبة، تعابير وجهه تعكس مزيجا من الإحباط والتصميم. جادي قوي للغاية، أقوى بكثير مما كنت أعتقد، قياده العالم، إنها وحش حقيقي. ياكو يقبض على يديه بشدة، لا يهمني مدى قوتهم، سأصبح أقوى، سأدخل العالم الحديث وسأهزم جادي. فورد يبتسم ابتسامة متعبة، يضع يده على كتف ياكو. لا تغضب يا ياكو، هذا طبيعي تماما، أنت في بداية رحلتك وهم في القمة، ولكن تظهر نظرة من المكر في عينيه. لدي شيء مثير لك، شيء قد يساعدك في هدفك، شيء سري لا يجب أن يعرفه القراصنة. ياكو يلتفت إليه فورا باهتمام. سري؟ ما هو؟ فورد ينظر حوله للتأكد أن لا أحد يسمع في هذه الجزيرة العدائية، ثم يخفض صوته قليلا. هناك 5 أشياء في هذا العالم، 5 معادن غامضة، إن تمكنت من جمعها كلها يمكنك معرفة الاتجاه الدقيق إلى الجزيرة المفقودة. تتسع عينا ياكو بصدمة وحماس هائلين. الجزيرة المفقودة، هدفه الأسمى. ياكو بلهفة شديدة: المعادن ال5 ما هي؟ أين أجدها؟ فورد يهز رأسه: لا أعرف ما هي المعادن بالضبط، شكلها، خصائصها، هذا سر يعرفه قليلون، لكنني أعرف شيئا واحدا. الشخص الوحيد المعروف بأنه يعرف مكان هذه المعادن ال5 كلها هو رجل يدعى توسر. ياكو: توسر؟ فورد: أجل، توسر، رجل غامض يرتدي قناعا غامضا طوال الوقت. يقال إنه يعيش في جزيرة منعزلة ويمتلك